إذا مشاهدينا نواصل سلسلة النقاشات ونرحب بالأستاذ سرايش صدام حسين، باحث ورئيس الأكاديمية الجزائرية للشباب وإحياء التراث. أهلا بك سيدي. شكرا على الاستضافة أستاذي. أهلا بك. بداية، اليوم يزور البابا فاتيكان مدينة هيبون أقول الأثرية بعنابة. ما الدور الذي لعبته هذه المدينة في التاريخ الديني لشمال إفريقيا؟ نعم، كما يحل اليوم بابا ليو 14 في يوم الاثنين وليلة عنابة، ثاني محطة له في جولة تشمل المواقع الدينية والتاريخية البارزة، المحفل الروحي والذكرى الأغسطي، ولاية عنابة، موقع هيبو تحديدا، وكنيسة أغسطين، وكذا زيارة دار المسنين للفقراء. تأتي الزيارة يعني لإبراز المواقع الأثرية والروحية للفكر المسيحي. مدينة هيبون الأثرية معقل تاريخي وروحي لعب دورا محوريا كمركز للمسيحية الغربية في شمال إفريقيا. زاد من أهميتها حقيقة كونها يعني أبرشة القديس أغسطين، أحد أبرز رموز الفكر المسيحي العالمي، التي شهدت تحولات ثقافية عميقة صاغت يعني فكر مسيحي عالمي. يعني الجزائر أرض التعايش والحوار العالمي، وتأتي هذه الزيارة تحمل رسالة للحوار مع الإسلام في دولة تاريخية تمثل بعدا شخصيا للكبر الأعظم. وحقيقة مدينة هيبون الأثرية معقل فعلا يستحق هذه الزيارة لبابا ليو 14 الذي حضر اليوم باستقبال يعني شعبي حار. يعني الولاية كانت يعني مشهد رمزي يعبر عن تلاقي حضارات وثقافات في التاريخ المشترك في رسالة عن سلام من الجزائر إلى العالم. سؤال ثاني سيد، إذن سرايش، يعني كيف يمكن للجزائر اليوم استثمار هذا الإرث التاريخي ربما في تعزيز الحوار الثقافي والديني بين الجزائر والفاتيكان؟ نعم، الجزائر لها مؤهلات وإرث حضاري تاريخي، خاصة المرجعيات الروحية مثل القديس أغسطين الذي يعمل على تعزيز الحوار الثقافي والديني كمورد استراتيجي للدبلوماسية الناعمة ونشر ثقافة السلام بدمج الماضي والحاضر الذي تبنى عليه يعني سياسة ومبادئ العيش مع تعزيز التفاهم العالمي، تحقيقا للدبلوماسية يعني والحوار الديني الثقافي الذي يبطئ هذه الزيارات رفيعة المستوى في مادة للحوار ونشر ثقافة العيش المشترك التي تتبناه الجزائر. يعني حقيقة الزيارة لها بعد يعني كبير جدا في تعزيز يعني هذا التعاون وتعزيز الحوار العالمي. هل برأيك، وأنت سيد صدام حسين يعني باحث في التراث وإحياء التراث، هل يمكن اعتبارها ربما هذه الزيارة خطوة نحو تعزيز التعاون الثقافي والسياحي بين الجانبين؟ هو حقيقة الزيارة ذات يعني بعد ديني وسياحي وثقافي تخدم يعني المؤهلات الثقافيه وكل الابعاد بالجزائر. الزياره تعزز اواصر الصداقه والثقه، يعني افاق جديده نحو تعزيز التعاون الثقافي السياحي الذي يهدف الى تفعيل التبادل المعرفي حقيقه وتنشيط الساحه الدوليه في التبادل الثقافي وكذا تبادل الاديان. حقيقه الجزائر تظهر بمؤهلات يعني جمه وكثيره. ياتي هذه الزياره ايضا في تنشيط السياحه متكامله من خلال يعني تعاون بين الزيارات يعني واضح. أنا أشكرك. إذن سيد سرايش صدام حسين، باحث ورئيس الأكاديمية الجزائرية للشباب وإحياء التراث، شكرا جزيلا لك.